السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. فالقناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه دراج هوم دليل دواء مصر. التطبيق ده مساحته 10 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده خاص باسعار الدواء. لو انت عايز تعرف سعر الدواء قبل ما تنزل تشتريه من الصيدلية، عايز تتعرف على سعر اي علاج اي دواء، لسه جاي لك علاج من الدكتور وعايز تتعرف على الاسعار قبل ما تروح تشتريها، عايز تشوف يعني علاج بديل للعلاج اللي موجود لك، لو في مثلا علاج ناقص فانت بتقدر تدور على العلاج البديل ليه. التطبيق بيوجد لك العلاج البديل ليه، بيقول لك ان في علاج بديل ليه بنفس المادة الفعالة. لو انت مثلا بتشتري علاج والعلاج ده غالي عليك فانت عايز تشوف حاجة ارخص شوية علشان بس بنفس المادة الفعالة اللي موجودة في العلاج اللي انت بتدور عليه، بيجيب لك برضو نفس المادة الفعالة في علاج تاني بسعر أقل. انت طبعا بتخش على التطبيق طبعا شغال باللغة العربية واللغة الإنجليزية. بتخش في السيرش تكتب اسم الدواء سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، بيجيب لك على طول سعر العلاج. ولو العلاج ده ناقص في السوق بيقول لك ان العلاج ده موجود من ضمن العلاجات الناقصة، وفي البديل ليه الموجود اسمه كذا وسعره كذا. ده لو الحاجة اللي انت بتدور عليها مش موجودة او ناقصة في السوق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق. مشكله التطبيق ده بس ان هو مش بيحتفظ بالحاجات اللي انت عملت عليها سيرش قبل كده. يعني لو انت مثلا عملت سيرش على علاج امبارح وجيت النهارده تعمل سيرش على علاج تاني، فاللي انت كتبته امبارح هو مش موجود. فياريت دي حاجه يراعوها في التحديث القادم. كان في بعض المشكلات ان التطبيق مش شغال، او بعد ما تحمله تيجي تجربه يقول لك ما فيش اتصال بالانترنت. دي كانت مشكله في التحديثات واتحلت دلوقتي. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.